بونجور، اخباركم ايه؟ النهارده هعلمكم ازاي تزرعوا الكلوفز او قرنفل مسمار. علشان نعرف نزرعها لازم يبقى ليها راس زي كده. يعني بصوا انا هحاول اقرب لكم لان دي اللي هتطلع البذره اهي. الراس اللي فوق دي هي دي اللي هتطلع البذره. طب هنعملها ازاي؟ شايفين الراس دهيت اللي هي فوق، هنقوم ماسكينها حاطينها كده زي ما هي والراس فوق وهنقفل عليها. هنعمل برضو في الباقيين. طبعا انا مجهزه تربه جيده للتصريف، يعني مخرمه البوكس من تحت والميه بتتصفى وبتنزل الزياده علشان القرنفل ما يعفنش، قرنفل مسمار. انا بزرع دول ليه؟ لان كان في حد في الكومنتس سألني ايه النباتات الطاردة للحشرات، والقرنفل من الحاجات اللي ريحتها قوية جدا، حتى ورقها بيبقى نفس الريحة، بس طبعا عشان احنا بناخد البذور بتاعتها وبنجففها وبنستخدمها بعد كده في الاكل او في علاج، بنستخدم منها زيت لعلاج الاسنان وعلاج كذا حاجة. زيت القرنفل طبعا معروف فوائده كتيرة. فمن الحاجات المهمة بالنسبة للقرنفل ان هو طارد للحشرات، فلما بيكبر حطيته في اي حتة زرع وسط الزرع هيبتدي ريحته هتبقى منفرة للحشرات. فده حل كويس للناس اللي ما بتحبش تدخل كيماويات او رش للزرع بتاعها. اتمنى تكون عجبكم الفيديو واقول لكم باي باي.